بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنتكلم على أهم النقط اللي تهمني في تحليل البراز، اللي ندور عليها فيها. طيب، أول نقطة تهمني هل عندنا الهضم كويس ولا لا، وده بيبان في حاجة اسمها فيجيتابل سيلز اللي هي الخلايا بتاعة الخضروات، أو الستارش اللي هو النشويات. هل دي موجودة في البراز ولا لا؟ لو موجودة في البراز طبعا ده معناه ان في سوء هضم. سوء الهضم اسبابه ايه؟ بيبقى نتيجة التهابات في القولون، بتبقى يا اما نتيجة زعل او نرفزة، او نتيجة ميكروبات معوية هي اللي مسببة كده، فطبعا دي بتبقى عايزة مزيد من الابحاث. طيب، ايه تاني ممكن نشوفه؟ لو لقينا صديد في البراز ده معناه ان محتاج المزرعة ان احنا نعمل مضاد حيوي. طيب، لو لقينا في نسبة ميكروبات بقى معوية، أوفا. الأوفا دي ممكن نلاقي فيها يا إما البيض بتاع الديدان، سواء انفلوستوما أو اكزيوريس. اكزيوريس دي اللي هي الدبوسية، الانفلوستوما. ممكن نلاقي بعض الطفيليات زي الاتشينانا والانتاميبا والجيارديا، والحاجات دي تبقى ليها علاجات، سواء الفيجيتيف فورم او يعني الميكروب نفسه، او الطفيل نفسه، او التست بتاعته. بيبقى ليها كل واحد ليها علاج على حسب النوعية. في حاجات مهمة تاني في تحليل البراز ممكن ندور عليها. لو لقينا دم RBCs، دم في البراز. دم في البراز ده معناه ان في ديزنتريا. يعني ديزنتريا دي بتبقى ليها اسباب كتير، منها ديزنتريا اميبيه، ديزنتريا فيروسيه، ديزنتريا من الروبيلا فيروس. ليها اسباب كتير، فلازم ندي علاج قوي للديزنتريا، وكل واحده ليها سبب. دي اهم نقط نقدر نشوفها في تحليل البراز. أتمنى الجميع صحة جيدة. السلام عليكم ورحمة الله.